النهاردة هحكي لكم عن مكان مفيش حد دخل وخرج زي مكان مات فيه ناس كتير. بس الأغرب إن الأرواح لسه ما سابتوش ولسه صراخها موجود في كل ركن. تعالوا نحكي حكاية مستشفى بيفرلي هيلز. وما تنساش، ورا كل حيطة في صوت، ورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. Down the hall. But can you see down the hall? On the camera, yeah, a little. Okay. اللي هحكيه لكم النهاردة قصة حقيقية حصلت بجد في مكان موجود لحد النهاردة، بس اللي يدخل هناك نادر جدا اللي يرجع زي ما كان. احنا في ولاية كنتاكي أمريكا، وبالتحديد عند تلة كبيرة اسمها تلة ويفرلي. في المكان ده سنة 1910 اتبنى مبنى ضخم قوي، مستشفى اسمها ويفرلي هيلز. كانوا بيقولوا انها امل لمرضى السل اللي كان بيفتك بالبشر وقتها، ولأن المضادات الحيوية ما كانش لسه تم اكتشافها، كان مرض السل زي السرطان بالظبط. بس الحقيقة كانت أكتر مكان مرعب. اتبنى بإيد بني آدمين. اتبنت المستشفى على شكل حرف يو، وده كان بيساعد الهواء يدخل للمستشفى بكل انسيابية وسهولة، واللي كان علاج وقتها لمرض السل. اتكونت من 5 أدوار ونفق سفلي، واللي كان معروف باسم نفق الموت. أما الدورين الرابع والخامس فكانوا أكتر حاجة مرعبة، وده لأن الدور الرابع كان معروف بالعلاجات المؤذية اللي الدكاترة كانوا بيستخدموها على المرضى، زي الجلسات الكهربائية واستئصال الضلوع. كان حرفيا دور للموت البطيء. ورغم ان الدور الرابع فيه كتير من الرعب، إلا ان الدور الخامس هو قلب الأسطورة السوداء للمستشفى، واللي بيضم أوضة رقم 502 المشهورة عالميا كأحد أكثر الأماكن رعبا في تاريخ أمريكا، واللي هنرجع لها بعد شوية. الرعاية الصحية في المصحة كانت سيئة جدا. كانوا بيسيبوا المرضى بالساعات بره المستشفى عشان يتعرضوا للشمس والهواء، اللي المفروض كانوا علاج لمرض السل وقتها. لحد هنا تمام، بس اللي مش تمام ان الدكاترة كانوا بيرموا المرضى بره في الهواء حتى لو كانت درجة الحرارة تحت الصفر. يعني من الآخر انت وحظك، يا تموت من البرد يا تخف وتتعالج من السل. يا ريت الموضوع وقف لحد هنا، لأنهم قرروا يقلبوا المستشفى لحقل تجارب. قرروا انهم يجربوا علاجات غريبة. أشهر عملية كانوا بيعملوها هي إزالة الأضلاع. حرفيا كانوا بيفتحوا صدر المريض ويبدأوا يشيلوا ضلع ورا ضلع. كانوا فاكرين ده هيساعده انه يرتاح ويتعافى من السل، لكن في الحقيقة أغلب اللي اتعملت ليهم العملية دي ماتوا على الترابيزة. أحيانا كانوا بيقطعوا الأعصاب اللي بتتحكم في التنفس، أو حتى يشيلوا فص كامل من الرئة من غير أدوات تعقيم كافية ولا حتى مخدر في بعض الأوقات. ولو المريض كان بيصرخ أو يرفض يخضع للعملية، كانوا بيحبسوه في غرفة معزولة تماما من غير إضاءة ومن غير أكل كفاية، وكانوا بيسموها غرفة الصمت. المكان ده فيه ناس كتير خرجت منه على نقالة، بس مش أحياء. وفي الدور الخامس هناك تحديدا كانت بتتعمل بعض التجارب على الأطفال اللي جالهم السل. كانوا بيسيبوا الطفل مكشوف في الشمس في عز الشتاء لساعات طويلة، وأحيانا كانوا بيحقنوه بسوائل مش معروفة علشان بس يراقبوا رد فعل الجسم. في كل مبنى مهجور في مكان بيفضل مسجون جواه صدى الأرواح اللي عمرها ما خرجت. بس في مستشفى بيفرلي هيلز كان في مكان واحد الناس كلها بتتجنب تقرب له حتى دلوقتي بعد ما بقينا في 2025. ليه عملوا النفق ده أصلا؟ الناس في العشرينات والثلاثينات كانوا بيشوفوا مئات المرضى بيموتوا كل شهر من السل، وكان لازم المستشفى تتخلص من الجثث. بس الأطباء لاحظوا إن المرضى التانيين لما بيشوفوا التوابيت خارجة قدامهم كل شوية نفسيتهم بتنهار وحالاتهم بتسوء، فقرروا يعملوا ممر سري ينقلوا منه الجثث من غير ما حد يشوف أو يسمع، واللي كانت الجثث بتتجر فيه وتتعامل معاملة غير آدمية، لدرجة إن آثار جثث المرضى لسه موجودة لحد دلوقتي. النفق ده ما بقاش مجرد طريق بين المشرحة والمستشفى، بقى في حاجة غلط بتحصل فيه. العمال كانوا بيقولوا إنهم أوقات بيسمعوا صوت نقالة بتتسحب على الأرض. الصوت واضح، بس لما بيبصوا مفيش حد والنفق فاضي. وفي يوم
واحد منهم كان بيعدي لوحده، شاف نقالة طالعة من الضلمة ماشية لوحدها وعليها جثة، مفيش حد بيزق ومفيش نفس، بس العجل بيلف والجثة بتقرب. خلوني دلوقتي أخدكم لأكتر ركن مرعب في المستشفى. سنة 1928 ممرضة كانت بتشتغل في المستشفى، اسمها الحقيقي مش معروف، لكن اللي اتقال إنها كانت شغالة في الغرفة 502. الممرضة دي اكتشفوا إنها حامل من غير جواز، وفي يوم لقوها معلقة نفسها في المروحة اللي في سقف غرفة 502. المستشفى حاولت تسكت على الموضوع، قالوا إنها كانت مضغوطة أو يمكن مريضة نفسيا. الأوضة اتقفلت بعد الحادث ده لمدة 4 سنين، ومحدش كان عنده الجرأة إنه يفتحها لحد ما حصل عجز واضطروا يفتحوها. واللي حصل بعد كده كان أغرب بكتير. ممرضة تانية اتعينت في نفس الدور، وقالت إن كل ليلة كانت بتسمع خبط خفيف جوه الأوضة، كأن حد واقف جوه بيستناها أو بيدور على حاجة. وفي ليلة مطر لقوها واقفة عند الشباك ورمت نفسها من فوق من نفس الأوضة، غرفة 502. بعد ما اكتشفوا مضاد حيوي قوي للسل في الخمسينات، الحالات بدأت تقل وعدد المرضى قل معاها، ومفيش سبب يخلي مستشفى بالحجم ده تفضل شغالة. في سنة 1961 اتقفلت ويفرلي لأول مرة، بس القصة مخلصتش هنا. بعدها اتفتحت المستشفى من تاني سنة 1962 تحت اسم جديد With Having Geriatric Center، وكانت بتعالج كبار السن وناس عندهم أمراض عقلية، بس الوضع هناك كان سيء جدا. الناس قالت إن في سوء معاملة وإهمال طبي وعنف ضد المرضى، واللي منها إن المرضى دول ما كانوش بيغتسلوا أيام كاملة، الأدوية ما كانتش بتتوزع صح، في مرضى اتربطوا في سرايرهم بالسلاسل علشان ما يتحركوش كتير، أكل قليل ومية دايما مش متوفرة. ناس من جوه الدار بدأوا يتكلموا، ممرضين سابقين وزوار وحتى بعض المرضى نفسهم اللي قدروا يخرجوا قالوا شهادات مرعبة. واحدة منهم قالت كنت بشوف مريض مربوط بالساعات في سريره بيطلب مية ومحدش بيسمعه. وممرضة تانية قالت كان في عنف جسدي من الموظفين ضد المسنين وكنا بنسكت علشان ما نخسرش شغلنا. وفي سنة 1982 الحكومة قررت تقفلها بشكل نهائي، لكن الحكاية ما قفلتش. ناس حاولوا يشتروا المبنى، في راجل كان ناوي يحوله لتمثال ضخم ليسوع المسيح سنة 1996، لكن الحملة فشلت تماما. ناس تانية حاولوا يحولوه لفندق أو مركز روحاني أو ملاهي مرعبة، بس دايما المشروع بيفشل أو الفلوس بتختفي أو العمال بيسيبوا الشغل بسبب حاجة مش مفهومة. النهاردة ويفرلي هيلز مفتوحة بس مش كمستشفى، بقت مزار للناس اللي بتحب تستكشف الأماكن المهجورة، وبالأخص عشاق الرعب والظواهر الغريبة. أشهر شبح في ويفرلي هيلز هو تيمي، ولد صغير بيقولوا إنه كان مريض بالسل ومات جوه المستشفى. بيظهر لناس كتير في الدور التاني لابس بيجامة قديمة ووشه عادي جدا. واحدة من الزوار قالت رميت كورة على الأرض ولقيتها رجعت لي وكنت لوحدي. مش بس كده، واحد من اللي جوه راحوا هناك سأل بصوت عالي تيمي تحب تلعب استغماية؟ وسمع صوت من بعيد بيصرخ لا. كلنا وقفنا مصدومين لأن ما كانش في أطفال في المكان. في شبح سيدة من السيدات بيقولوا إنها واحدة من الممرضات اللي انتحروا أو واحدة ماتت من السل، وشها متاكل. الناس بتوصفها إنها لابسة أبيض لكن وشها مش موجود، كأنه ممسوح. جهاز EMF بيستخدم في محاولة رصد وجود الأرواح والظواهر الغريبة كان طبيعي جدا، وفجأة انفجر بالأرقام. كانت واقفة في زاوية غرفة العمليات القديمة، وشها زي كأنك بتبص في مراية مكسورة متغطية بتراب. الهواء بقى تقيل، وبعدها حد من أعضاء الفريق تعب فجأة بدون أي سبب. بس كل الروايات بتتفق على حاجة واحدة، وشها ما بيظهرش ولا عيون ولا فم ولا حتى نظرة. أشخاص كتير جدا من اللي جواهم روح المغامرة راحوا المكان ده، والغريب إن مفيش حد دخل المكان ده وما طلعش لو هو عنده حكاية تتحكي. زي فريق جوست سكواد قضوا ليلة كاملة جوه وسجلوا أصوات بيقولوا إنها أقوى أدلة روحانية مسجلة عندهم. واحدة من الكاميرات رصدت حركة سريعة في آخر الممر زي شخص بيعدي بسرعة، لكن لما رجعوا اللقطات بالكاميرا الحرارية مفيش حرارة، كأن الشخص ده ملوش جسم.
استخدموا جهاز مخصص لتسجيل الأصوات الخارقة للطبيعة، وسجلوا همسات واضحة زي I'm God help. وده كان في الدور الثاني اللي معروف إنه بتاع تيمي شبح الطفل. في أحد المشاهد الكاميرات كانت ثابتة على كورة بلاستيك صغيرة على الأرض، وفجأة الكورة بتتحرك لقدام من غير ما حد يلمسها، وده كان وقت ما فيهوش أي ريح أو حركة ظاهرة. في آخر الفيديو بيعرضوا لقطة كاميرا سحبها كان بطيء جدا، ويبان فيها جسم شفاف صغير بيعدي في آخر الممر. السؤال دلوقتي، لو رحت ويفرلي هيلز هل تيمي هيحب يلعب معاك؟ ولا شبح السيدة عدوة الوجه هيحب يقرب لك؟ ولا هتسمع صوت بيقولك ما تمشيش، خليك معانا شوية؟ وفي نهاية حلقتنا يا رب تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.